الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هناخد تطبيق اسمه جوجل لينس أو عدسة الجوجل. هننزلوه على طول من جوجل درايف عادي. تروح المتجر وهتكتب عدسة الجوجل، هتقول له سيرش، هيدي لك أول لينك. طبعا أنا منزله قبل كده، الأيقونة بتاعته بهذا الشكل. هتفتحها، وده يمكن انك انت تبحث او تحول صورة او ورقة عندك مطبوعة عايزها تبحث عنيها او عايز تاخدها وورد وتحطها في الملف بتاعك. اول ما تفتح هتدينا الشكل بهذا الشكل. اذا كنا عايزين نبحث باستخدام الكاميرا نصور الورقة على طول، او تبحث في ترجمها او النص او البحث او الواجبات المنزلية. احنا عايزين مثلا نص، ناخد اي نص من النصوص الموجودة عندنا. مثلا وناخد الكلمة دي: ليس عليك ان تكون قويا دائما، مر بلحظات الضعف ولا تخجل منها لانها جزء من انسانيتك. عايزين ناخد الكلام ده، فعلى طول نظللها نقول له ان احنا مش عايزين بحث عنيها، لا عايزين نص ليها. اول ما عايزين نص، اذا كنا عايزين استماع فهيدي لك استماع ليها. ليس عليك أن تكون قويا دائما، مر بلحظات الضعف ولا تخجل منها لأنها جزء من إنسانيتك. هنا مثلا احنا استمعنا. سان. ليس عليك خلاص احنا استمعنا للجزء، نقول له لا اختيار الكل. ماشي. اذا كنت اختيار الكل ذاتس اوكي. عايز تختار جزء معين منيها، تعمل كده، تظلل عليها وتقول نسخ النص. ممكن تنسخ النص الى جهاز الكمبيوتر، وممكن تبحث عنيها. يعني ممكن تبحث عن البتاع ده عن طريق كلمة بحث من تحت هنا، وهيدي لك كل المواقع اللي فيها ليس عليك أن تكون قويا، مر بلحظات الضعف ولا تخجل منها. هنا المحتوى المطابق المرئي هتلاقيهم من تحت. احنا دلوقتي خدنا النص، نروح لأي مكان احنا عايزين نحط فيه ايه، نحط فيه الكلمات اللي احنا موجودة عندنا. نطلع كده بره ونحطها في الجوجل، نحطها في الوورد، نوثقها. فكده تحولت من كلمات او من صور الى ايه، الى نص يمكن الاستعانة بيه. معلش الجهاز ضعيف شوية، نحطها هنا مثلا: ليس عليك أن تكون قويا، مر بلحظات الضعف ولا تخجل منها، جزء من إنسانيتك. يبقى كده اتحولت إيه؟ اتحولت إلى وورد. وكده أي صورة عندك عايز تحولها أو عايز تبحث عنها، يمكن الاستعانة بهذا البرنامج، والبرنامج جميل جدا. وبالتوفيق إن شاء الله.